السلام عليكم ورحمة الله عشاق ومحبين ومتابعين أخبار المنتخب السوري. بتمنى يكون الجميع بخير وبصحة وسلامة. رح نحكي اليوم عن البلد اللي رح يستضيف نهائيات كأس آسيا 2031، ورح نحكي عن موعد وتوقيت مباريات منتخبنا مع منتخب ميانمار في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم القادمة، وعن قائمة اللاعبين السوريين المحترفين. وما بتتخيلوا إذا انضمت هي الأسماء للمنتخب السوري كيف راح يكون شكل منتخبنا. ولكن قبل ما نبدأ بالتفاصيل بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعمونا بلايك. بالبداية راح نحكي عن البلد اللي راح يستضيف النهائيات كأس آسيا 2031، وحسب ما نشر الإعلامي محمد السعدي على صفحته بأنه البلد اللي راح يستضيف نهائيات كأس آسيا 2031 هو العراق الشقيق. العراق الشقيق من بعد ما نجح في تنظيم بطولة كأس الخليج 2025 قدم ملفه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، والعراق قادر على تنظيم هاي البطولة، وأنا عندي ثقة بأنه راح تكون النسخة رائعة واستثنائية. أما عن موعد وتوقيت المباريات اللي راح يلعبها منتخبنا مع منتخب ميانمار في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم القادمة. في المباراة الأولى راح يواجه منتخبنا منتخب ميانمار في يوم الجمعة 21/3/2024 الساعة 12 ظهرا بتوقيت سوريا على ملعب توفانا في ميانمار اللي بيتسع ل 32 ألف متفرج. أما عن موعد وتوقيت مباريات الإياب لمنتخبنا راح تكون بالمملكة العربية السعودية على الأرض الافتراضية للمنتخب السوري، وهي راح تكون مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم. المباراة راح تكون يوم الثلاثاء 26/3/2024 الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتوقيت سوريا. المباراة راح تكون على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام اللي بيتسع ل 36 ألف متفرج. نتمنى التوفيق لمنتخبنا في مباريات ميانمار القادمة. أما عن اللاعبين السوريين المحترفين اللي بتلعب بالدوريات الأوروبية والدوريات الأمريكية اللاتينية والدوريات العربية، الأسماء اللي راح أذكرها بهذا الفيديو بنقدر نعمل فيها 3 منتخبات قوية ومنافسة في جميع البطولات. واتحاد الكرة عم بيشتغل على أوراق اللاعبين لحتى ينضموا للمنتخب السوري، وبعض هاي الأسماء راح نشوفها في مباريات ميانمار القادمة، وبعض الأسماء ما راح نقدر نشوفهم في مباريات ميانمار لأنه ما راح تكون أوراقهم جاهزة. راح نشوفهم في مباريات كوريا ومباراة اليابان القادمة بالشهر السادس. وأول لاعب هو اللاعب محمود داوود اللي بيلعب بالدوري الألماني، واللاعب أيهم أوسو اللي بيلعب بالدوري الإسباني، واللاعب بابلو صباغ اللي بيلعب بالدوري البيروفي، واللاعب روني بردقجي اللي بيلعب بالدوري الدنماركي، اللاعب إيزاكيل العم اللي بيلعب بالدوري الأرجنتيني، واللاعب أحمد فقا اللي بيلعب بالدوري السويدي، اللاعب إلياس درماز واللاعب إياد عثمان اللي بيلعبوا بالدوري التركي، اللاعب عمار رمضان اللي بيلعب بالدوري السلوفاكي، واللاعب بلال حلبوني اللي بيلعب بالدوري الأمريكي، اللاعب عبد الرحمن ويس اللي بيلعب بالدوري اليوناني، واللاعب ملهم بابولي اللي بيلعب بالدوري الكندي، اللاعب سيمون أمين اللي بيلعب بالدوري النرويجي، واللاعب هذان عثمان اللي بيلعب بالدوري الهولندي، والحارس الياس هدايا اللي بيلعب بالدوري السويدي، واللاعب خليل الياس اللي بيلعب بالدوري الماليزي، واللاعب إبراهيم هيسار اللي بيلعب بالدوري الإيراني، واللاعب محمد عثمان اللي بيلعب بالدوري التايلاندي، اللاعب حسام عايش اللي بيلعب بالدوري الكوري، اللاعب خليل المدخر اللي بيلعب بالدوري الأمريكي، اللاعب إلمار إبراهام اللي بيلعب بالدوري السويدي، اللاعب ماكسيم صراف أو الحارس ماكسيم صراف اللي بيلعب بالدوري الأوزبكي، اللاعب إيلفار كاسكاو اللي بيلعب بالدوري السويدي، اللاعب نوح شمعون اللي بيلعب بالدوري الدنماركي، واللاعب محمد الصلخدي اللي بيلعب بالدوري السويدي، اللاعب مارسيلو حافظ اللي بيلعب بالدوري البرازيلي، واللاعب آلان أوسي اللي بيلعب بالدوري الروماني، وعنا مايكل لحدو اللي بيلعب بالدوري الهولندي، واللاعب سانتياغو هزي اللي بيلعب بالدوري اليوناني،
واللاعب ناهويل بوستوس اللي بيلعب بالدوري الأرجنتيني، واللاعب ماتياس بدر اللي بيلعب بالدوري الألماني. اللاعب عمر خريبين اللي بيلعب بالدوري الإماراتي، واللاعب عمر السومة اللي بيلعب بالدوري القطري. محمد الحلاق اللي بيلعب بالدوري البحريني، واللاعب ثائر كروما اللي بيلعب بالدوري الهندي. اللاعب فهد اليوسف اللي بيلعب بالدوري العراقي، واللاعب علاء الدالي، واللاعب مودي النجار بالدوري العراقي أيضا. هي أسماء اللاعبين السوريين المحترفين بالدوريات الأوروبية والدوريات العربية والدوريات الأمريكية اللاتينية. بتمنى تخبروني رأيكم بالتعليقات، مين تتمنوا ينضم للمنتخب السوري بالفترة القادمة، ومين هي الأسماء اللي بتحبوا تكونوا متواجدة مع المنتخب السوري. وإذا في أسماء أنا ما ذكرتها ولا نسيتها بتمنى تخبروني عنها في التعليقات. وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوا تدعموني بلايك. نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله. دمتم بأمان الله.